يا اليوم أخوي يا أخوي يا أخوي افهم للأخير. أليس الله خلقنا تمام بأحسن صورة؟ صح. أحسنت. إذا أنت لما تأتي تغير من ملامحك حتى لو كان فلتر ما يجوز، هذا حرام عليك. تمثيل، انا عم بمثل يا شيخ، بس طيب فهمني، انا عم أنا بمثل فاهمك. تمثيل. تؤمن انا بحديث النبي؟ تؤمن محتواي بحديث محتواي النبي؟ فلت. طب تؤمن بحديث النبي؟ اكيد. أحسنت. النبي صلى الله عليه وسلم الله سيدنا محمد. شباب الكل يصلي أخبر، على النبي. اللهم صل على رسول الله، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعذب المصورين يوم القيامة فيقول الله جل جلاله أحيوا ما خلقتم. اسمع للحديث الأخير. الآن إذا الله جل جلاله يعذب المصورين، شو يعني المصورين؟ الذين يرسمون الإنسان أو شيء في صور، يعني في روح. ليش؟ لأنهم لم يعني يباهوا خلق الله، يعني نفس الخلقة، يعني العين مش العين والأذن مش الأذن، يعني زادوا فيها. فكيف بنحط فلتر وبيغير خلق الله جل جلاله؟ وصلت يا أخونا؟ اليوم قلت لك انا محتواي هيك، تمام. اليوم تمثيل. أنا جبت شلون لك حديث النبي، أنا جبت لك حديث النبي صلى صح. الله عليه وسلم، بتقول لي محتواي. أنو أحسن، تطبق حديث النبي ولا محتواي؟ لا مزبوط صح. طيب طبق حديث النبي، هات خلينا نشوف صورتك الجميلة. قول يا رب. وين الفلتر بالموضوع ابن عمي؟ والفلتر في الموضوع؟ والله يا اخونا هو احاديث النبي مش لعبه ترى بين ايدينا، والله لك العظيم. مظبوط لك. والله العظيم، اسمع شوي. والله العظيم انه حديث النبي صلى الله عليه وسلم مش لعبه بيننا. لما يجيك حديث مظبوط للنبي صح. صلى الله عليه اللهم صل على وسلم سيدنا محمد. شباب طبق الكل صلى على الحديث، سيدنا محمد. بس طبق ثانية. الحديث، رد علي. طبق اليوم انا الحديث بالتيك توك ومن اخوي، غير تمام. انا بحط ومن فلتر غير شيء نتسلى ونمزح، تمام. مزبوط ولا لا؟ اي اول شغله. خلاص يا زلمه انزل يا زلمه، خلاص يا زلمه.